بعد هزيمة الزمالك بهدف دون رد امام اتحاد العاصمة في الجزائر، ايه سيناريوهات فوز الزمالك للتتويج رسميا بلقب الكونفدرالية؟ خليني اقول لكم، بعد هزيمة الزمالك بالهدف في مباراة يعني درامية بشكل كبير جدا، خوان بيزيرا بيسجل للزمالك خلاص في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضايع. بنشوف الكل بيحتفل، لاعيبة الزمالك، الجهاز الفني، الجهاز الاداري، الجمهور. يعني الحقيقة الاحتفالات كانت كبيرة شوية ولكن مستحقة وفي محلها. خلاص الزمالك كان هيكسب في الدقايق الاخيرة اتحاد العاصمة على ملعبه على ارضه وسط جمهوره، ولكن الحكم بيلغي الهدف. ومش بس بيلغي الهدف، لا بيحسب ركلة جزاء لاتحاد العاصمة بسبب خطأ من حسام عبد المجيد، اللي بالمناسبة يعني بلاش لعيبة الزمالك يعني تهاجم حسام عبد المجيد قوي، عشان انتوا في مرحله مهمه جدا، بقالكم ماتشين ببطولتين يعني بعده هاجموا حسام عبد المجيد براحتكم، لكن ماتش العوده امام اتحاد العاصمه وكمان الجولة الأخيرة اللي هتحسم رسميا ان الزمالك هو صاحب لقب الدوري. طيب ايه سيناريوهات فوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية؟ خليني اقول لكم ان على استاد القاهرة الدولي وسط جماهير نادي الزمالك اللي بكل تأكيد هيكون ليها تأثير كبير جدا، هتكون مباراة العودة يوم السبت. الزمالك لازم يكسب بفارق هدفين على الأقل، يعني يكسب بنتيجة 2-0، يكسب بنتيجة 3-1، المهم ان الفرق بينه وبين اتحاد العاصمة يكون هدفين. طيب في حالة التعادل ايه اللي هيحصل؟ هنروح للاشواط الاضافية وبعدها ركلات الترجيح. يعني مش محبذ ان الزمالك يوصل ليها بكل تأكيد، عشان لعيبة الزمالك بدنيا واقعة، والله يكون في عونهم. يعني اصابات كتير، معتمد جمال شغال على قد الموجود، يعني بيزيرا في اخر ماتش اللي قبل اتحاد العاصمة كان مصاب وكابتن معتمد جمال نزله، وبالفعل اصابته تفاقمت وزادت اكتر، فهو بيعمل الممكن يعمله باللعيبه اللي موجوده. فبدنيا ما ينفعش المباراة تروح للأشواط الإضافية، لازم الزمالك يحسمها في وقت المباراة الأصلي، ولازم الزمالك يسجل بدري على الأقل، مثلا في أول 10 دقايق يكون تسجل هدف. هتكون اللعيبة مرتاحة، هتلعب من غير ضغوط، لأن اتحاد العاصمة ما عندوش حاجة يخسرها. الزمالك بيلعب الماتش ده على حل كل مشاكله، يعني هيكسب الفلوس ال4 مليون دولار او 4.5 مليون دولار، هيحل بيهم ازمة القيد، فالضغوط اكتر على لعيبة الزمالك. فده هيبان في الملعب اللي المفروض اول 10 دقايق يبقى فيه اهداف،